تاني مشكله ان الانتويشن او الحدس اللي موجود عند الكائنات بشكل فطري، ومفروض انه بينبهنا ان ده خطر او ان الشخص ده خطر من قبل حتى مخنا ما ياخد باله ويعمل حساباته، لانه في الخطر مفيش وقت للحسابات. احنا بقى الكائن الوحيد بالصلاه على النبي اللي بيتجاهل حدسه. فتلاقي واحده مستنيه الاسانسير هي وبنتها، وفتح الاسانسير لقيت واحد راجل. في العادي كانت هتركب، بس لسبب ما هي ما تعرفوش اترددت. مجرد حدس، نمشي ورا حدسنا بقى. ازاي نشغل مخنا؟ الراجل على فكره شكله طبيعي، وبعدين مش كل واحد واخد بشله في وشه يبقى مسجل، وقله ذوق قوي ان انا مركبش معاه لمجرد انه شكله مش عاجبني. فتركب معاه، تركب معاه مكان بعد 10 ثواني هيبقى مقفول عليها من كل ناحيه ومحدش يعرف يوصل لها فيه، هي وبنتها، عشان ما تبقاش قله الذوق. الغزاله لو شافت طيف من بعيد شكت انه اسد هتجري، مش هتستنى تتاكد انه اسد، مش هتستنى تبص في عينيه وتقول مش معقول عيون مفاسة الطيبين دول يكونوا بيأذوا، هتجري. كتير جدا بعد ما تحصل المصيبه الناس بتقول حاجات زي انا قلبي كان حاسس، او انا ما كنتش مرتاح له من الاول بس كدبت نفسي. دينايل. والخطوات بتاعت الدينايل او التجاهل للحدس ده عاده بتكون واحده: rationalization, justification, minimization, excuse making, refusal. الكتاب بيحكي ان في واحده كان عندها جار راجل كبير في السن، فكانت بتروح تزوره هي وبنتها. بعد شويه بنتها يعني اتعلقت بالراجل ده جدا وبتحب تروح له، يجيب لها لعب، كل ما تبوس ويديها دولار. الست ابتدت تتوغوش، وبعدين قالت لنفسها ايه، هو بس تلاقي الوحده قتلاه. rationalization. وبعدين انا بنتي مايصه وتموت في البوس فهو بحب يدلعها. justification. وبعدين ده بوس في السياق الدرامي يعني مش حوار. minimization. واصلا الراجل ده من ايام الزمن الجميل، ايام ما الدنيا كانت بخير، ما كانش فيه البلاوي اللي بنسمع عنها دلوقتي دي، فهو تلاقيه ما يعرفش يعني. excuse making. ومش معقوله هنقضيها شك في اللي حوالينا وكل ما حد يقرب من ولادنا يعني انا كده هبقى بارانويد. refusal. مش حقيقي ان احنا كل ما ناخد موقف عشان حدسنا حذرنا من حاجه ان احنا كده هنبقى عاملين زي القطه الوالده، كل ما حد يقرب من ولادنا هنهبره. الحقيقه ان حدسنا بيخلينا نثق في ناس اكتر بكتير من اللي بيحذرنا منهم واحنا مش واخدين بالنا. وعشان ولادنا كمان يتعلموا يثقوا في حدسهم ويسمعوا له، ما ينفعش نجبرهم يتجاهلوه. الاطفال مش بيثقوا في الناس بسهوله، عادي تمام. مش كل مره تستخبى وراكي وما ترضاش تسلم على حد يبقى الحد ده حد وحش وهي عشان فطرتها السليمه النقيه هرشته. لا خالص، بس في نفس الوقت ما تجبريهاش تتجاهل مشاعرها، وايه ده انت كده بتحرجي عمو يلا اديله كيس وهج. فالقلق وتجاهل الانتويشن بتاعنا من اكتر الحاجات اللي بتخلينا نفشل في حمايه ولادنا كاول خط دفاع.